الشخصية متجهة نحو أو متجهة إلى الشخص اللي ما خدش أمان وانتماء كفاية، بيدور يلزق في حد مهم أو يلزق في رمز سلطة أو يلزق في شخص قوي، يبقى محتاج جدا للحب والحنان، اعتمادي جدا، مقترب جدا للآخرين، لأن هو بعيد من الانتماء ده، هو مش حاسس بأمانه، فهو مش بيقترب عشان يساعد الآخرين، لكن بيقترب عشان يحصل على الأمان. بيبقى شكله من بره مضحي، هو مش مضحي، هو خايف يبعد، يفقد أمانه وانتمائه للشخص ذو السلطة أو الشخص القوي أو الشخص اللي بينتمي ليه أو بيقرب منه يعتمد عليه ويلزق فيه. يسهل استغلاله لأنه عايز يبقى قريب، فالآخرين بيستغلوه. لو تبقى معانا لازم تعمل اللي نقول لك عليه، حاضر، بس ما تسيبونيش، لأن لو سبتوني أنا مش هحس بالأمان، لو بعدتوا عني هيحصل لي حاجة. فهو يقترب للآخرين ويضحي، بيتهيأ له إن هو شخص محب، يغير جدا لحد اقترب من الأشخاص اللي يقترب هو منهم، لأن ده بيبقى منافس ليه، هياخدهم مني وياخد اهتمامهم وأنا عايز أبقى موجود. في شخصية نموذجية بيتخفى فيها، بيخدع نفسه إنه الشخص المضحي والشخص اللي بيخدم الآخرين والمتفاني، لكن دي مش شخصيته الحقيقية. هو بيبحث عن إشباع الانتماء والأمان والاقتراب من خلال تقديم خدمات، مش خدمات حقيقية للآخرين، لكن خدمات للاحتفاظ بمكانته في قلب وإلى جوار الآخرين. لما يتكلم مع نفسه الشخص ده بيقول رضا الناس عني هو أماني، لو سابوني هيجرى لي حاجة وحشة. ونلاقي مثال ده في البيت، الزوجة اللي مولعة صوابعها 10 شمع عشان ترضي جوزها وولادها عشان تبقى إيه؟ محبوبة، كونها تقدم خدمة. الخادم اللي هاري نفسه، موت نفسه في الخدمة في الكنيسة، يعمل كل حاجة، يهري نفسه، يموت نفسه، بس هو مش عشان الخدمة وعشان عنده قدرات، عشان يبقى مهم في المكان ده وما يستغنوش عنه، يبقوا محتاجينه، فيبقى في أمان إنه موجود في المكان ومحتفظ بمكان. الشخص ده لو عايز ينمو نمو حقيقي وعايز يكبر كبران حقيقي، لازم ما يعتمدش على الآخرين في أمانه الشخص، لازم يقلع الدور اللي هو لابسه. لازم لما يخدم يبقى محاولة تسديد احتياج الآخر مش احتياجه هو، يساعد الآخرين عشان يشعر بالمعنى، وجودي أقدر أعمل عمل خير حسب الرسالة اللي ربنا ادهاني في الحياة، عشان أطبق وصية الإنجيل أحبوا بعضكم بعض، عشان أقدر أكون إنسان خير وإنسان صالح، عشان أعيش حسب قلب الله مش حسب قلبي ولا مشيئتي. ردود أفعال الناس ما تحكمش فيه، أنا هقدم الخدمة لربنا صافية ونقية، عجبتهم يبقى كتر خيرهم وخدت منهم حب، ما عجبتهمش أرضى أنا عن نفسي. سند لو عايز يشبع حقيقي، الشخص اللي المفروض يلتصق به التصاق كامل هو الله الآب ذو الحضن الواسع والقلب الكبير،